اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صباح الخير على أهل الخير، يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى نعمل كشري، يعني يا نهار حلل ومواعين. العيش المحطوط على البوتاجاز ده أنا مطلعاه من الفريزر عشان يفك. هجيب حلة بقى واملها مية، احطها على النار وعشان اسلق المكرونة. يعني دي البداية كده. طبعا قبل اي حاجة لازم تروقي مطبخك عشان انتي داخلة على معركة تانية، يعني تخلصي المعركة الاولانية عشان بادئين معركة تانية. بحضر بقى حاجتي. طبعا الحوض فاضي لانه هيتملي 5 6 مرات دلوقتي. هطلع المكرونة. كيس مكرونة سباكيتي وكيس مكرونة صغيرة. وده العدس. انا منقياه وحطاه في علبة الخزين دي. هاخد منه كوباية لان هو الكمية بتزيد، يعني الكوباية دي هتقضي الاكلة وزيادة كمان. شايفين الحلة اللي هي مش معمولة بالهاند بلندر، مش متجرحة. هغسل بقى العدس كويس واصفيه واحط عليه مية واحطه على النار واسيبه يغلي. وانا المفروض كنت نقعته شوية بس لا، نسيت. احط بقى عليه معلقتين ملح كده عشان ما يبقاش عادي، بيبقى ليه طعم. وتاني، وهقلبه واسيبه بقى يستوي، اغطيه واسيبه يستوي. ونعمل حاجة تانية. هنا المية بتاعت المكرونة غليت، احط عليها ملح وانزل فيها المكرونة. كيس المكرونة الصغيرة وكيس المكرونة الاسباجيتي. انا بستخدم نوع حوا حلو قوي، يعني عن تجربة بقالي فترة كبيرة. المكرونة الاسباجيتي مش هحطها كلها بالطول كده، هقطع ولا حتى على 2، هقطعها على 3 عشان يعني تبقى حجمها كويس والولاد يعرفوا ياكلوها. خصوصا ابني الصغير لانه بيعاني اما انا بعمل مكرونه سباجيتي. يعني احنا بنحبها جدا بس هو بطلت اعملها كتير عشان هو ما بيعرفش ياكلها. بس لازم يتعود عشان احنا بنحبها. المكرونه بقى هتاخد غلوه كده وهوطي عليها، وبرضو العدس نفس الكلام ياخد غلوه وهوطي عليه. الاكل على نار هاديه بيبقى ليه طعم حلو قوي. ده اللي انا شايفاه يعني مع تجربتي مع الاكل كده. هجيب حله بقى. يا نهار حلل، انا مش عاوزه اقول لكم اليوم ده انا غسلت كميه مواعين. يعني طول ما انا واقفه في المطبخ كل اللي يتوسخ اغسله اول باول، ما بعرفش اكوم كده على بعض وبعد كده اغسله مره واحده، لا. هجيب بقى حله واحط فيها سخنها كويس على النار. الحله الجرانيت بتسخن بسرعه، ولو يعني مخدتيش بالك الاكل فيها بيتحرق بسرعه لانها سخونيتها جامده قوي فبتأثر على الاكل. حطيت في الحله زيت وجبت علبة الشعرية احط فيها يعني ممكن نص كوباية شعرية، مش كتير. مكرونة انا نقلتها على العين التانية عشان دي اقرب عين لايدي، يعني بعمل كل حاجة وابتدي انقل على العيون التانية. هحط بقى الشعرية وحمرها. مش هحط كتير يعني لان انا هعمل كوبايتين رز بس، مش هعمل اكتر من كده، فنص كوباية شعرية هي يعني الكمية المناسبة. النهاردة كان اخر يوم لبنتي في الامتحانات، سنة 5. ويعني قلت لها عاوزة ايه اعمل لك ايه، طلب الكشري. مش عاوزة اقول لكم بقى ولادي بيحبوا الاكلات دي يعني اكتر من اللحمة والفراخ والكلام ده. بحاول اعوضهم بقى بما اننا احنا مش نازلين شبرا، يعني هنخش في شهر كده مش هننزل شبرا. واحنا لينا محل معين كده بناكل فيه كشري في شبرا. فبحاول اعوضهم يعني الغيبة اللي هتبقى غيبة طويلة يعني. دول كوبايتين رز مغسولين ومتصفيين. هقلب بقى الشعرية لحد ما تبتدي تاخد اللون الذهبي كده، مش هقرص عليها في السوا عشان الحلل. لو يعني سبتها ممكن تتحرق. كده خلاص خدت اللون اللي انا عاوزاه، انزل عليه بالرز. الرز ده رز مصري بتاع الكشري يعني. شايفين كل ما بنزل شوية رز بقلبها عشان الشعرية ما تتحرقش. هخلص بقى الكمية كلها واحط معلقتين ملح و... وانا يعني في الوقت ده مشغله الكتل عشان ايه، اسخن ميه عشان اعمل الرز. بعملهوش بميه من الحنفيه عشان ما يعجنش. بغلي الميه عشان انزلها عليه.
هقلب بقى كويس. يعني هي دي كده كمية مناسبة للي انا عاملاه، كيس مكرونة، كيسين مكرونة وكوباية عدس. دول كوبايتين رز ونص كوباية شعرية. طبعا انا مش بعيب في الحلل الجرانيت ده، يعني احسن نوع اللي هو نيو فليم. بس هو مشكلته الوحيدة ان هو عامل زي الفخار كده، بيحتفظ بالسخونية فترة. يعني انا ما اقدرش امسك ايد الحلة ولا الغطا، لازم امسكها بحاجة عشان السخونية بتبقى الحلة سخنة جامد يعني. بس هو الطقم تحفة. يعني انا فرطت في الطقم الالمونيا بتاعي وجبت الجرانيت عشان يعني احلى بكتير. وانا بصراحة مش قد غسيل الالمونيا. اه بغسلها وبخليها بتلمع وكل حاجة، بس بتتعب ايديا. هنا كده خلاص بقى نزلت المية. هتبتدي بقى تغلي. احط الغطا ووطي على النار. هنقلها على عين صغيرة ونشوف هنعمل ايه تاني. كده المكرونة هي اتسلقت. هديها تقليبة كده، وحطيت مصفى في الحوض عشان ايه اصفي فيها المكرونة. انا لا حطيت زيت ولا حطيت حاجة، بحط الزيت بعد ما اصفي المكرونة. اي حاجة بسلقها في مكونات الكشري بسلقها في ملح، وبعد كده اما اصفيها بحط برضو معلقة ملح كده صغيرة وشوية زيت عشان تدي لمعة ويبقى طعمها حلو، متبقاش عدبة. هغسل بقى المكرونة كويس عشان اوقف تسويتها، ونشوف هنعمل ايه تاني. كده الرز استوى، والعدس خلاص قرب يستوي، والمكرونة اتسلقت. يعني اغلبية الحاجة اللي هي هتتسلق او تستوي اتعملت. شايفين البخار اللي طالع من الرز؟ ده معناها كده ان هي استوت. الكشري مكوناته كتير وحلله كتير ومواعينه كتير. وجربت بصراحة اعمل اللي هو بتاع الحلة الواحدة ده، طلع مني معجن، معرفتش اعمله. فبفضل ده عنه رغم ان هو متعب شوية. شايفين الرز اهو استوى. هديله تقليبة كده وغطيه تاني. وهنا جبت حلة على النار وحطيت فيها زيت. نأسف لبشاعة المنظر عشان الحلة اللي متجرحة دي، بس اعمل ايه. هسيب الزيت يتقدح. اهو العدس خلاص استوى، ادام المية قلت بتاعته كده. استوى كده خلاص، هطفي عليه واصفيه. هنا بقى الزيت اتقدح، هنزل عليه بمعلقة توم كبيرة، معلقة توم حلوة كده، وايه وهحمرها على النار. دي اخر معلقة توم من خزين السنة اللي فاتت او السنة اللي قبلها كمان. خلاص كده، ونبتدي بقى الاكلات اللي جاية ناخد من التوم الجديد اللي احنا فرزناه سوا. شايفين يعني الزيت كان اتقدح جامد، والثوم اول ما نزل يعني مش عاوزه اقول لكم حصل مفرقعات عشان الثوم طبعا مفرز والزيت سخن. انا كده مطلعه بقى الصلصه اللي انا مفرزاها تسيح. عشان ايه؟ اول ما الثوم يبقى لونه ذهبي كده، هنزل عليه بالخل عشان اعمل الطشه بتاعت يعني بعمل الصلصه زي الطشه بتاعت الفته وبتاعت المسقعه. كده اغلبيه الحاجه كلها استوت. بعد المكرونة بقى ما اتصفت هنزلها في حلة، واحط عليها شوية زيت وشوية ملح. يبقى كده المكرونة تمام. والرز كده خلاص. هقلبها بقى في زيت وملح عشان يبقى طعمها حلو. طبعا ايه، ابتدت مكونات المواعين. ده مش عاوزة اقول لكم يعني دي المرة الكام ان انا افضي فيها الحوض. هقلب بقى المكرونة كويس، وهو الثوم ابتدى يبقى لونه ذهبي. هلحقه يعني، هو كان يعني اتلسع منه حتة كده، فهلحقه وانزل عليه بالخل. يعني هو كده ما اتحرقش يعني، كاد ان يحترق بس انا لحقته يعني. فين ازازة الخل؟ ازازة الخل ظهرت اهي. احطها عليها عشان يوقف برضو السوا بتاعه. وهنزل بالصلصة. مسهل. معلش الفيديو طويل شوية، بس يعني هو ده انا اختصرت 3 4 ساعات بعمل كشري في الوقت ده.
نزلت بقى بالصلصة، هحط عليها ملح وفلفل وشطة. في اكلات ما بحبش فيها توابل عشان طعمها ما يروحش يعني، هما دول الثلاث توابل اللي انا بحطهم. واصلا على ايام زمان يعني، لا كان في التوابل، كل التوابل اللي اخترعت مؤخرا دي ما كانش فيه الكلام ده، كان هو الشطة والملح والفلفل والكمون. كانوا اهالينا بيلخبطوهم على بعض كده، وتبقى دي دقة وبتتحط من العلبة على كل حاجة. ما كانش بقى لا في توم باودر ولا بصل باودر ولا بابريكا ولا كاري ولا سماق ولا اي حاجة من الكلام اللي احنا بنستخدمه دلوقتي. والاكل زمان كان ليه طعم تاني خالص، احلى من دلوقتي بكتير. كده خلاص الصلصة هتاخد غلوة كده، وهوطي عليها زي ما عملت مع باقي الحاجة. وكده يعتبر يعني نص المعركة خلصت. هشطب بقى المواعين اللي في الحوض يعني. بشتكي من المواعين، بس اكتر حاجة بحبها في الشقة يعني، بحب اغسل المواعين. اقوم الصبح كده يا دوبك اغسل وشي، واذا كنت هتوضى واصلي، وابتدي بالمواعين. اخلصها شطة المطبخ. هتقولي بتسيبي مواعين في الحوض ليه؟ دي مواعين العشاء. انا خلاص يعني بتيجي عليا فترة كده الساعة 12 خلاص ما بقدرش اعمل اي حاجة، لو الدنيا اتهدت ما بتحركش من مكاني. اقوم الصبح بقى اغسل مواعين، احط غسيل في الغسالة. دول البدايات يعني، عشان المية لو قطعت ولا حاجة تبقى الدنيا امان، ما يبقاش ورايا حاجة محتاجة مية يعني. والترويق التاني بقى ده مش محتاج مية، قطعت ما قطعتش مش هتفرق. هغسل بقى كل اللي في الحوض. هما مش كتير لان انا عمالة بغسل اول باول يعني. انا لو وريتكم الكشري ده طلع مواعين قد ايه قبل وبعد واثناء، مش يعني هتشفقوا عليا من كتر اللي انا غسلته. هخلص بقى كل اللي في الحوض على ما اللي على النار يستوي، عشان هطفي بقى على كل اللي على النار ده، وابتدي اعمل حاجة تانية. هو لسه الكشري مخلص، لسه بقى المهم والتكات بقى والحركات اللي هتيجي، اللي هي يعني يعتبر محدش بيعملها زي ما انا بعملها. دي المية دي نازلة من الفلتر، عشان يعني المية اللي من الحنفية تحس ان فيها ملح. فانا كل استخداماتي من الفلتر. يعني مش عاوزة اقول لكم الشمع بتاع الفلتر بيبقى لونه ايه واحنا بنغيره. هخلص بقى المواعين ونشوف هنعمل ايه تاني. ما تنسيش بقى اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد، وكومنت منك اكيد هيساعدني وهيفرحني. كده خلاص خلصنا. هدي غسلة للحوض كده، مع كل مواعين في الحوض لازم اغسل الحوض، حتى لو يعني طبقين خلصتهم وبغسل طبقين تانيين، بقى اوتوماتيك كده، حركات لا ارادية يعني. كده العدس اهو خلاص استوى. هجيب مصفى وطبق عشان اصفيه. هصفيه كويس وهسيبه بقى في الحلة يتصفى، على ما نشوف هنعمل ايه تاني. كان نفسي اقول لكم ان الاكلة دي موفرة، بس هي يعني من جوانب تانية احسن، ان هي انضف ومعمولة في البيت، وانتي شايفة هي الحاجة معمولة ازاي. بس برضو بنشتاق للاكل بتاع المحلات. بس انا بصراحة بطلت يعني من ساعة ما كنت حامل وولدت وكده، وانا بقرف من اكل الكشري بره خالص. حتى ولادي وجوزي ما يروحوا ياكلوا لوحدهم ويرجعوا، لكن انا لا، ما اكلش كشري. اخر مرة كلت كشري غصب عني كنت هموت، بس ربنا نجدني يعني. هنا بقى الصلصة بتتسبك، وجبت بقى كمية بصل حلوة عشان احنا بنحب التقلية. وهقشرها واغسلها. غسلتها كويس. ده العيش لقيته ابتدى ينشف، رحت مغطياه بفوطة نظيفة على ما اوصل لمرحلة العيش يعني. هجيب البصل بقى واقطعه جوليان كده، وابتدي افككه من بعض عشان تبقى كل واحدة مستقلة يعني مستقلة بنفسها كده، ما يبقاش ملزق في بعضه. هقطع الكمية دي كلها. نشوف هنعمل ايه تاني. شايفين القرمة الجديدة؟ محدش باركلي على القرمة الجديدة. ولادي زي ما يكون ما صدقوا، عرفوا ان انا بسجل وداخلين خارجين داخلين خارجين.
ربنا يهديهم. هنا قطعت بقى الكمية كلها، كمية محترمة يعني، بس ده مش كتير يعني، احنا بنحب البصل. طبعا الحاجة الوحيدة اللي انا مش عاملاها في مكونات الكشري هي الحمص، لان احنا مش بنحبه. هجيب بقى العلب، الحاجات اللي انا هحطها على البصل ده: دقيق، احط 3 معالق، و... ونشا. كنت هحط بالمعلقة بس افتكرت عشان النشا ده انا بحطه على حاجات تانية ما يبقاش ريحته بصل، جبت معلقة تانية. احط برضو 3 معالق، وهحط 3 معالق ملح عشان يبقى طعمه حلو كده، ما يبقاش عادب. هقلبه بقى كويس بحيث ان الدقيق والنشا والملح يعملوا كفر على البصل كده زي السمك، عشان يبقى كريسبي. وهقلبه كويس وهسيبه على جنب كده، ايه، على ما اعمل حاجة تانية يكون الدقيق مسك في البصل كده. الصلصة اتسبكت، ادم الزيت بقى على الوش كده، يبقى الحاجة كده ايه، اتسبكت واستوت. هحط بقى طاسة على النار على ما اقطع العيش. ده عيش كده واحدة صاحبتي وحبيبتي بتجيبهولي. هقطعه مثلثات صغيرة كده عشان نعمل عيش زي بتاع المحل. وانا بعمل العيش بناتي دخلوا قعدوا يقولوا لي: ماما طب ما احنا نعمل محل بقى، بما انك بتعملي كل الحاجة بتاعة الكشري زي المحل، ما نعمل محل، نفتح محل ونعمل مشروع. هنا بقى الزيت اتقدح، هننزل عليه بالعيش، يعني ما بياخدش وقت خالص، مجرد ما بتقلبيه تقلبتين كده خلاص يبقى العيش اتحمر. ومفروض ان انا اشيله يعني، عشان لو حد حب ياخد التجربة ويجرب العيش بيتعمل ازاي لازم تبقي واقفة جنبه، لان ده يعني البصل انا ممكن احطه واخش اعمل حاجة، لكن ده مجرد تقلبتين وببتدي اشيله واصفيه، ما بياخدش وقت خالص. شايفين؟ هو انتي تحسي ان الزيت ما بيغليش، بس لا هو كده يعني الزيت سخن خالص، عشان كده العيش ما خدش وقت. كده خلاص العيش خلص، هصفيه واحطه في حاجة، ما اطلعوش على مناديل. اي حاجة عاوزاها تبقى مقرمشة ما اطلعوش على مناديل، لان المناديل بتطري الحاجة. ده اللي انا شايفاه يعني، ولو في اراء اخرى نحب نعرف اراء الناس يعني. كده خلاص العيش خلص، هصفيه واطلعه في الطبق. ورأيي بعد التعب وهدة الحيل ده تجيبلك علبة كشري وتاكليها، يعني اكرملك واوفرلك من ده كله. هحط بقى توابل على العيش عشان يبقى طعمه حلو، يبقى طعمه زي اللي بيتعمل بره. احط شطة وملح وفلفل وكمون، واقلبه فيه كويس كده عشان يشرب التوابل وهو سخن. لازم وهو سخن عشان التوابل تلزق فيه وتدي طعم، لكن لو برد وحطيتي التوابل مش هتأثر عليه. مبسوطة جدا بالتعليقات والتشجيع والدعم اللي بشوفه، ويا ريت ما تنسيش اللايك. حطيتي اللايك ولا ما حطيتهوش؟ عيني في عينك كده، حطيتيه ولا ما حطيتهوش؟ كده نزلت البصل في الزيت وهعمل بقى ايه، يعني الحاجة اللي موتت البيت كله وانا بعملها. مش عاوزة اقول لكم ايه اللي بيحصل في الكواليس ولا ايه اللي بيحصل الناحية التانية، في ناس بتقع مني الناحية التانية. لو وصلتي لحد هنا اكتبي في التعليقات: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. هنا بقى هعمل الشطة الزيت. الريحة قلبت البيت وكلنا بقينا نكح وكنا هنفطس يعني. احط زيت على النار يتقدح، وهحط عليه شطة واقلبه لحد ما يموت اللي في البيت. هقلبها تقليبة كده، وايه، اسيبه على النار شوية. والله ما قصرت يا زوزو، عملت كل اللي بيتعمل في المحل يعني. كان ناقص الرز بلبن بس خلاص بقى، ما ان شاء الله في حلقة اخرى يعني. هقلب البصل، ما تنسيش البصل يعني، كل شوية تقلبي تجيبي اللي تحت فوق والفوق تحت عشان ما يبقاش غامق.
وكده الشطة والزيت بيتقطعوا، هنزل عليهم ب3 كبشات من الصلصة اللي احنا عاملينها بتاعة الكشري. ماشي، ركزي عشان ما تنسيش حاجة. واسيبهم يغلوا، ومش هحط عليها لا توابل ولا اي حاجة. هي الصلصة عليها الملح وعليها الفلفل، يعني مش محتاجة ان انا احط توابل. وهسيبهم يغلوا شوية. شايفين الحركة دي بقى؟ كل اللي في البيت كان بيكح، وتقريبا اللي في العمارة من المنور كانوا بيكحوا. الشقة كلها كان ريحتها شطة بسبب الطشة دي. وما زال التقليب مستمر. هنا على البصل لسه محمرش. هعمل ايه بقى؟ لازم التكة دي عشان نبقى ايه، يعني عملت كل اهم من الشغل، ضبط الشغل. هقطع طماطمية جامدة عشان انا مش عاوزاها يعني تفضل ما تتهرس في الشطة، يعني تفضل شكلها موجود كده. على ما تاخد بقى غلوتين على النار نعمل الدقة. هجيب البرطمان بتاعي اللي هي الهريسة او الخلطة اللي انا كنت عاملاها، فلفل اخضر وفلفل احمر او هريسة، وملح وكمون وشطة وخل وليمون. ده اللي في البرطمان. وشوية زيت. هاخد منها معلقتين واعصر عليها ليمون تاني عشان الدقة ليمون وخل. اعصر عليها ليمون تاني واحط عليها خل. والكاتل انا مشغلاه عشان عاوزة مية سخنة. واقلب ده كله كويس، ودوقي احلى دقة بقى، احلى من بتاعة المحلات كمان. حط الخل اهو، احطه حبة حلوين برضو و... وهنزل عليه بالمية، ويبقى خلاص كده. كده ايه اللي فاضل في الكشري تاني ما اتعملش؟ ما تنسيش بقى تحطي اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد، وفعلي زر الجرس على الكل عشان لما انزل فيديو جديد يجيلك اشعار. وبحبكم في الله. كده خلاص. حطيت شوية ملح وشوية كمون. هي دي التوابل اللي انا حطيتها عليه، يعني زيادة رغم ان الخلطة محطوط عليها كل حاجة، بس زيادة. هنا البصل خلاص اتحمر، خد اللون البني الفاتح قوي او الذهبي. هطلعه يعني لو سبتيه اكتر من كده هيتحرق، هيبقى طعمه ممرر. اطلع الكمية كلها. شايفين بطلع برضو من غير مناديل عشان يبقى ايه، كريسبي. والصلصة الشطة الزيت انا طفيت عليها. وكده يبقى كله خلص. يا نهار حلل، يا نهار حلل. الصلصة والرز يعني عليا وعلى المواعين اللي انا هغسلها، والمكرونة، والحوض فاضي اهو. والعدس قلبته بمعلقة زيت كده وشوية ملح، وهنا الشطة الزيت والعيش والدقة والبصل. انا تعبت جدا بس هيطلع احلى طبق كشري. كفايه ان انتي بتعمليه بحب كده وولادك واقفين مستنيين. انا مش عاوزه اقولك هما كانوا جعانين جدا، عماله اقول لهم اعملوا سندوتش اي حاجه، جبنه، مربى، حلاوه، لا مستنيين الكشري. مش عاوزه اقولك الناحيه التانية فرحانين ازاي. هنا بحط الرز بقى وعليه شويه عدس والمكرونه، وبحط شويه صلصه، وبعد كده بحط بقى في طبق جانبي كده صلصه، اللي عاوز ايه بيحط. مش هحط صلصه كتير يعني، عشان في ناس بيحبوا الصلصة كتير وفي ناس لا. وهحط البصل. طبعا البصل بيتحط بالايد عشان تعرفي توزعيه، استحالة هيبقى بمعلقة وتعرفي توزعيه. ودي ايديا وانا اللي هاكل يعني. وازين بقى الطبق كده عشان يفتح النفس على الاكل. وبالهنا والشفا. مش عاوزه اقول لكم الفرحة ان احنا خلصنا يعني. باي باي. اشوفكم في فيديو جديد.